الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنتكلم النهارده عن مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. الأهلي ويانج أفريكانز خلاص ضمنوا الصعود، الأهلي الأول برصيد 9 بونت، يانج أفريكانز الثاني ب 8 بونت. يانج أفريكانز حسم صعوده في الجولة اللي فاتت مع شباب بلوزداد وفاز على شباب بلوزداد في تنزانيا 4-0 ووسع فارق المواجهات المباشرة بقت لصالح يانج أفريكانز. الاهلي دخل المباراه بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسه المرمى، اكرم توفيق باك يمين، علي معلول باك شمال، اثنين قلبين دفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. في نص الملعب مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، عمرو السوليه، جناح يمين بيرسيتاو، جناح شمال حسين الشحات، راس حربه موديس. المباراه كانت بطابع مباراه وديه رسميه، مباراه وديه بطابع رسمي، تقسيمه رسميه. الاهلي خلاص ضمن الصعود ويانج افريكانز ضمن الصعود. الاهلي بدايه المباراه كانت بدايه مش مبشره، بدايه زي ما بقول لك تقسيمه رسميه، ما فيش هجمات خطيره تقدر تقول عليها هجمات، اللي هي يانج افريكانز كان بيناوش النادي الاهلي في الاول كده. كانت مباراه وديه بطبع رسمي، تقسيمه رسميه، ما فيش تركيز من لعيبه النادي الاهلي، خلاص اللعيبه ضمنت الصعود، يانج افريكانز ضمن الصعود، فما فيش كله ما فيش يعني لعب بحماس، لعب بتركيز، لعب بجديه، ويخلص الشوط الاول 0-0 بين الفريقين. بيبدا الشوط الثاني وشوط التركيز بقى للنادي الاهلي بعد الدش ساخن من مارسيل كولار بين الشوطين، ويبدا النادي الاهلي ويحرز حسين الشحات الهدف الاول للنادي الاهلي في اول دقيقه في بدايه الشوط الثاني. كره مع علي معلول بيلعبها حسين الشحات لعلي معلول، بيروح علي معلول من الجنب الشمال الجنب المفضل بتاعه، وبيلعبها بدل ما يلعبها بالعرض صريحه زي اي باك شمال، لا بيلعبها لورا لحسين الشحات اللي جاي. الحمد لله حسين الشحات ما طولش فيها ولا لعبها ار2 ولا لعبها ار3 ولا قعد يتفزلك فيها او يزودها شويه، لا لعبها صريحه على طول وشاط على طول في الجول، واحرز الهدف الاول للنادي الاهلي، وهدف تاكيد الصعود وهدف تاكيد الصداره وهدف وحيد في المباراه، ويرفع النادي الاهلي رصيده للنقطه 12 ويأكد صدارته للمجموعه وصعوده كاول للمجموعه. ونسين الشحات خلاص بتساوي ويحرز هدفه ال20 في البطولات الافريقيه مع النادي الاهلي، وتساوى مع النجم المعتزل وليد سليمان. علي معلول بيوصل للاسيست رقم 80 مع النادي الاهلي. بعدها بقى بيبدا لعيبه النادي الاهلي في الاستعراض واضاعه الفرص السهله، ومارسيل كولار بيبدا بقى ينزل امام عاشور، تسليم، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، والمهاجم وسام ابو علي، وتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي بهدف حسين الشحات، ويؤكد صدارته وصعوده للمجموعه من نقطه 12، ويصعد النادي الاهلي. واستنى بقى اي حد، مش هنقول لك مين بقى، سيمبا، الوداد، اي حد الجن الازرق اللي عايز يفوز بالبطوله مش هيفكر هو هيلاعب مين ولا هيفرق هيلاعب مين وهيلاعبوا فين. ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بالبطوله ال11 في تاريخه. وان شاء الله النادي الاهلي يوم الجمعه اللي جايه عنده ماتش نهائي الكاس مع الزمالك في السعوديه في ملعب المملكه ارينا، وان شاء الله النادي الاهلي يوم 8/3 اللي جاي، يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله يفوز بالبطوله ويرجع ويفرحنا قبل شهر رمضان، ونقول عاش الاهلي وعاش جماهيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.